هو انت عمرك سألت نفسك سؤال زي مثلا هو ليه ربنا خلق لنا الشهوة اصلا؟ ليه ربنا خلقها وخلاها صعبة قوي كده؟ ليه ما يخليهاش مثلا حاجة بسيطة وخلاص؟ ليه الشهوة قوية قوي كده وبتجبرك انك تتجوز؟ في الفيديو انا هرد على السؤال اول حاجة هي الابتلاء والاختبار. ربنا خلق الشهوة علشان يختبر الانسان هل يستخدمها في الحلال ولا في الحرام. عشان كده ربنا خلى الشهوة اختبار وخلاها قوية. زي ما ربنا خلق لك كده الاحتياج للمال. هل انت دلوقتي بتحب الفلوس؟ اي انسان بيحب الفلوس. هل هتجيبها من الحلال ولا هتجيبها من الحرام؟ زيها زي الشهوة. هل اعوذ بالله هتقع في الزنا ولا هتمسك نفسك لحد ما تتجوز؟ فاول حاجة هي الاختبار. تاني حاجة وهي اهم حاجة وده السبب الرئيسي اصلا او من الاسباب الرئيسية ربنا خلق عشانها الشهوة، وهي بمنتهى البساطة اعمار الارض. الشهوة اصلا وسيلة للاستمرار البشري وده جزء من خلافة الانسان في الارض. يعني لا الشهوة لا انا ولا انت ولا ابوك ولا امك ولا جدك كان هيبقى موجودين. لان بمنتهى البساطة مين اللي هيتعب نفسه ويتجوز طالما في الشهوة اصلا؟ الموضوع ما ينفعش يبقى فيه تهاون فيه نهائي. يعني تخيل مثلا ان عدد البشرية كل يوم بينقص مش بيزيد، دي مصيبه. تخيل انت كده مثلا بدل ما تعوز تتجوز او البنت تعوز تتجوز وتجهز نفسها او انت تجهز نفسك وتروح تتقدم تقول لما اكون فاضي يبقى اتجوز، او الجواز ممكن اتجوز في ال30 او ال40 كده بعدين ممكن ما اتجوزش خالص. ما ينفعش الموضوع يبقى كده. لازم يبقى فيه سبب رئيسي وقوي يدفعك غصب عنك انك تروح تتجوز علشان تخلف. هو ده مربط الفرس، الخلفه. لازم تجيب بني ادمين علشان يعبدوا ربنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من غير الشهوه فين البني ادمين وفين الناس اللي هيعبدوا ربنا؟ فعشان كده ربنا خلى الموضوع قوي، لان الموضوع فعلا مهم جدا ما ينفعش فيه اي تهاون. يعني انت مثلا تخيل دلوقتي اللي يتجوز بيقول عليه اللي هو كمل نص دينه. عارف ليه كمل نص دينه؟ لان الدين صعب انه يكتمل وانت مش متجوز، لانك هتبدا تفكر في البنات كتير وانت بتصلي مثلا. ممكن يجيلك افكار، ممكن انت فاهمني. الموضوع هيبقى صعب وتركيزك مش هيبقى قوي يعني، او ممكن وانت ماشي في الشارع فغض البصر هيبقى صعب. فمش هيكتمل دينك الا لما فعلا تتجوز. ربنا خلاها بالقوه والاهميه دي. نفترض مثلا انت اتجوزت وقلت ان انا مش هخلف. احب اقول لك ان انت عملت الجزء الاول من الجواز. ايه هو الجزء الاول؟ اللي انت عفيت نفسك ويبقى فيه الموده والسكينه وانك انت ومراتك تحبوا بعض. في بقى الجزء الثاني كده جوازك ناقص. الجزء الثاني هو الخلفه. اول ما تقعد مع مراتك كده وتخلف، لما تروح المستشفى وتخلفوا الواد يبقى انت كده مبروك. انت عملت المهمه اللي ربنا كلفك بيها. وغير ان ربنا بيقول في القران والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الايه هنا ربنا يقصد بيها الخلفه، العيال يعني. لان برضو ربنا خلق لك الشهوه عشان تخلف العيال دي وتربيها ويبقوا مفيدين للمجتمع. لازم يفيدوا المجتمع وتربيهم على الدين. حتى يا سيدي لو انت مش مسلم ربيهم على الاخلاق، ليه بقى حاجه مفيده في المجتمع. وكل مش هيحصل من غير الشهوه. وتالت حاجه هي الموده والسكينه. الشهوه بتخلي العلاقه بين الزوجين مش بس جسديه، لكن كمان فيها موده ورحمه وسكن نفسي تخليهم يعينوا بعض على برضو تربيه الاولاد. طبعا تربيه الاولاد كم مره الشهوه بتخليك تعينك نفسك انت ومراتك على تربيه الاولاد. يعني برضو هي بتصب برضو في مصلحه الاولاد، الناس البشر اللي هيجي يفيد المجتمع ويعبدوا ربنا. هي ده السبب الاساسي من الشهوه. يعني ربنا ما خلقش الشهوه عشان تروح تتفرج على افلام وحشه في النت، ده غلط. حتى في جزء في الدماغ مخصص للتعلق. التعلق معمول علشان انت لما تقعد مع مراتك او مراتك تقعد معاك، انت فاهم قصدي، تتعلقوا ببعض، تتعلقوا بحاجه معينه في العلاقه مع بعض. ربنا ما خلقهاش عشان تتعلق بفيديو على النت، تفهمني. ربنا ما خلقهاش عشان كده، مش عشان طلعت معانا علقت معاك فتروح تتفرج عليها كل شويه. لا، الموضوع ده موجود علشان مراتك تتعلقوا ببعض، وبرده علشان تخلفوا ويعينكوا على الحياه. لان من غير الشهوه الانسان حتى هتبقى صعبه ومن غير معنى وهتبقى ممله وكئيبه. عايز اقول لك ان الزنا مش هو الحل. لان الزنا يخلي لما تعمل مع واحده كده برده يا اما هتسقط العيل، يا اما العيل هيتولد من غير اب، او محدش هيربيه، هيترمي في ملجأ او في الزباله زي ما بيعملوا في بريطانيا. لان في بريطانيا لما تفتح عليها بالزباله ممكن تلاقي عيل في طريقك كده. ده من اسباب ان ربنا حرم على الزنا، عشان لو الاولاد بتتبهدل. لازم تعرف ان لولا الشهوه ما كانش كل التطور وحالات ده كان حصل. دي بمنتهى البساطه ما كانش هيبقى فيه بشريه. بس تعمل لايك وسبسكرايب.